اتمنى تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي الاولانيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. بتبدا الحلقه الثالثه من مسلسل وينزداي مع وينزداي، واللي بتلاقي نفسها مخطوفه من جماعه غامضه واقفين حواليها ولابسين اقنعه، لكن وينزداي بتقدر تعرف بيانكا من وسطهم وبتطلب منها تشيل القناع، فبيشيلوا كلهم الاقنعه عشان تلاقي اكزامير معاهم هو كمان، وبيسالها هي عرفت المكان السري بتاعهم ازاي، فبتقول لهم ان روين هو اللي قال لها على المكان ده. وينزداي بتتكلم معاهم وبتعرف منهم انهم جماعه نايت شيلد واللي رجعت من تاني لكن في السر وتحت اشراف مديره المدرسه، علشان كده هم قلقانين وخايفين منها ومش عارفين هيعملوا ايه. اكزامير بيقترح عليهم ان وينزداي تنضم ليهم وتقسم القسم بتاعهم وبكده هتتحل المشكله، لكن بيانكا بترفض لانها شايفه ان وينزداي ما تنفعش تكون معاهم. وينزداي بترد عليهم وبتعرفهم انها مش مهتمه تنضم ليهم اصلا، وبتفك الحبل بنفسها وبتقول لهم انهم جماعه من الهواه. تاني يوم الصبح المديره لاريسا بتعلن عن نشاط تطوعي هيكون في المدينه، وان كل الطلبه يشاركوا فيه احياء لذكرى التمثال تذكاري هو رمز للمدينه كلها، وبتوزع الاعمال على الطلبه كلهم. وينزداي بيكون من نصيبها انها هتشتغل في متجر التحف، ولاريسا بتقول لها انها سمعتها وهي بتعزف تشيلو بالليل، وان العزف بتاعها عجبها قوي وانها فعلا موهوبه، عشان كده هيكون ليها دور كبير في الحفله الجايه مع الفرقه الموسيقيه بتاعه المدرسه اللي جنبهم. وفي المدينه وينزداي بتتكلم مع اكزامير عن روين وانها متاكده انه مات. اكزامير بيكونش مصدقها، لكن بيقول لها انه مستعد يجاوبها عن اي سؤال، فبتوريه صوره راجل في الكتاب وعاوزه تعرف هو مين، فبيقول لها ان كراكستون مؤسس المدينه وان ليه تمثال كبير موجود في الميدان، وان كل اللي في المدينه بيحبوه قوي عشان هو اللي كان ليه الفضل في ان المدينه دي تبقى كده. في الوقت ده المأمور بيكون مع العمده بتاع المدينه وبيتكلموا عن الحوادث اللي بتحصل في الغابه، والعمده مش مقتنع بكلام المأمور وان السبب في كل اللي بيحصل ده حد من مدرسه نيفرمور، وبيقول له انه ما يقدرش يوجه اي اتهام لمدرسه نيفرمور لان هي اكبر ممول ليه في حملته الانتخابيه، وبيطلب منه يدور كويس على الدب اللي موجود في الغابه. وينزداي بتطلب من اينت تبديل وظائفهم التطوعيه عشان تقدر تدور على معلومات عن العالم الخفي اللي حواليهم وتعرف كمان ايه قصه كراكستون دي. فبتروح اينت على متجر التحف مع اجس، وينزداي بتروح على المطعم وبتلاقي 3 ولاد المشاغبين بيتخانقوا مع يوجين صاحبها، وطبعا بتضربهم كالعاده وبتنقذ يوجين وبتطلب منه يخلي باله ويراقب الجو حواليهم لغايه لما هي تدخل بيت الاجتماعات القديم بتاع كراكستون، وبتتفاجئ لما بتشوف لوحه موجود فيها بنت صغيره هي شافتها في رؤيه من بتوعها، وبتلاقي الكتاب اللي البنت شايلاه في الصوره، لكن بتتفاجئ ان كل الصفحات بتاعته فاضيه، وبتعرف ان الكتاب الاصلي متشال في مكان محدش يعرف عنه اي حاجه، لكن المشرفه ايرين تدخل عليها وبتطلب منها تخرج فورا من المكان ده. وينزداي بتسالها عن مكان الكتاب الاصلي، وايرين بتقول لها انها ما تعرفش مكانه فين. وينزداي بتروح على الكافيه وبيكون اكزامير موجود في الكافيه متطوع، وبيطلب منها تبعد عن تايلر، لكن وينزداي بترفض نصيحته مره تانية، وبتسال تايلر اذا كان يعرف مكان بيت كراكستون وبتعرف منه العنوان، وبيطلب منها انه يروح معاها لكن هي بترفض، وبتاخد الايد المسحوره وبتروح على هناك. وفي بيت كراكستون بتحاول انها تلمس الحاجات على امل انها تشوف رؤيه تدل على اي حاجه. في البدايه ما قدرتش توصل لحاجه، لكن وهي ماشيه شافت رؤيه وبتشوف البنت مره تانية وبتعرف ان اسمها جودي ادمز، وبتشك انها من نفس النسل بتاعها من 400 سنه لان في شبه كبير قوي بينهم. لكن جودي بتتعرض للاضطهاد من مجموعه اسمها الحجاج بقياده كراكستون، لانها بتحارب كراكستون عشان هو اللي احتل ارضها وموت ناس كتير من القبيله بتاعتها، لكن هو بيتهمها انها ساحره شريره هي والقبيله بتاعتها، وبيحرض الناس علشان يضربوها ويموتوها هي واسرتها. الناس بتحرق البيت بتاعها ومامتها بتطلب منها تهرب بسرعه، لكن كراكستون بيجري وراها وبيقول لها انها مش هتقدر تهرب منه. وينزداي بتفوق من الرؤيه بتلاقي الوحش قدامها بس بيجري منها، فبتجري وراه وبتشوف اثار رجله على الارض اللي بتتحول لرجل بني ادم، وبتعرف ان الوحش ده انسان موجود حواليهم. فجاه بيظهر لها اكزامير وبتحكي له على اللي حصل وبتحاول توريه اثار رجل الوحش، لكن بتكون اختفت وسط المطر. وينزداي بتستغرب من ظهور اكزامير فجاه، ولما بتساله بيرد عليها وبيقول لها انه سمعها وهي بتتكلم مع تايلر، فجه وراها عشان يطمن عليها. وهم راجعين على المدينه اكزامير بيسالها عن الرؤيه بتاعتها وبيقول لها ان باباه خبير روحاني وانه بيقول ان الرؤيه ما بتقولش الحقيقه، لكن هي بتقول له انها شافت كراكستون زي ما هي شايفاه دلوقتي وانها مش هتسكت عن اللي بيحصل ده. فبيقول لها انه بدا يقلق من روين لانه بعت له رساله ورد عليه رد غريب قوي، علشان كده هو شك فيه. تاني يوم في الحفله وينزداي بتكون وسط الفرقه الموسيقيه، لكن اتفقت مع الايد المسحوره انها تولع في التمثال بتاع كراكستون، ووسط ما الناس كلها بتجري بعيد عن النار وينزداي بتكون هاديه خالص وبتكمل عزف على التشيلو. وبعد الحفله لاريسا بتكون في قمه غضبها وبتتهم وينزداي انها السبب في الحريق علشان كانت قاعده هاديه قوي والتمثال بيتحرق، ده غير انها سبب في كل المشاكل اللي بتحصل في المدينه من اول ما جت.
بس معهاش اي دليل ضدها. وينزداي بتقول لها ان مش هي اللي عملت كده، فبترد عليها وبتعرفها ان هي عاوز تعمل علاقات جديده بينها وبين البشر. لكن وينزداي بتقول لها ان ده مش هيحصل طالما هي بتداري على الافعال اللي عملها كريكستون مع المنبوذين زمان، وان اهل المدينه هيفضلوا يكرهوهم طول عمرهم. لاريسا بتحس انها هتتعب بالكلام مع وينزداي، فبتطلب منها تمشي وبتعرفها انها هتراقبها اكتر من الاول. بالليل الوحش بيهاجم واحد في الغابه، ولما الشرطه بتوصل المكان بيلاقوا الكاميرا بتاعت الراجل اللي مات وبيكون فيها صور للوحش. بتبدا الحلقه الرابعه مع وينزداي وهي بتدخل مكتب الطبيب الشرعي في المدينه بمساعده الايد المسحوره، عشان هي عاوزه تعرف معلومات اكتر عن ضحايا الوحش وعاوزه تفحص جثه الضحيه الاخيره. لكن فجاه بيوصل الطبيب الشرعي ومعاه المأمور، وينزداي بتستخبى بسرعه وبتسمعهم وهما بيتكلموا، وبتعرف ان الوحش بياخد اجزاء من الجثث بتاع الضحايا، يعني هي قدام قاتل متسلسل. تاني يوم الصبح بتشارك النتائج اللي هي وصلت لها مع اينيد واللي بيغمى عليها لما بتشوف الصور البشعه بتاعت الجثث. وفي المدرسه وينزداي بتلاحظ ان اكزامير متعور في رقبته، وبتعرف منه انه اتعور في مباراه مبارزه، لكن هي بتكون شاكه في كلامه فبتقرر انها تراقبه. وبتروح على الكوخ بتاعه وبتلاقي رسومات كتيره للوحش، فبتاخد منها رسمتين بس. وهي ماشيه اكزامير بيشوفها، ولما بيسالها هي بتعمل ايه هنا ما بتلاقيش كلام مناسب تقوله غير انها تطلب منه يروح معاها الحفله بتاعه المدرسه اخر الاسبوع. اكزامير بيفرح قوي وبيفتكر انها معجبه بيه. بعدها بتروح على المأمور وبتحكي له على اللي حصل، لكن المأمور ما بيقتنعش بكلامها وبيطلب منها دليل. وهي خارجه من القسم بتقابل تايلر، ولما بيعرف منها انها رايحه الحفله مع اكزامير بيزعل جامد وبيتهمها انها بتستغله ومش حاسه بيه ولا بمشاعره ناحيتها، وان ازاي بتحاول تفهمه لكن بترجع في كلامها وبتقوله ان عندها مشاكل كتير اكبر من الكلام اللي هو بيقوله ده. في الوقت ده بيكون لوكاس ابن عمدة المدينه بيتعرف على اينيد وبيطلب منها يروح معاها الحفله بتاعه المدرسه. اينيد بتصدقه وبتوافق وبتكون فرحانه قوي. بعد كده وينزداي بتروح على الكوخ بتاع يوجين وبيتفرجوا سوا على الصور بتاعه الوحش، وبتقوله انها عملت كده عشان اينيد قلبها ضعيف قوي. يوجين بيقول لها ان المكان مكانها، وبيقول لها كمان انه شاف المكان المرسوم على صوره من الصور وانه موجود في الغابه. فبيروحوا بسرعه على هناك وبيكتشفوا ان الكهف بتاع الوحش، وبيدخلوا وبيلاقوا عظم كتير قوي. وسط العظم ده وينزداي بتلاقي مخلب من مخالب الوحش، فبتاخده بسرعه وبتمشي. وينزداي بترجع على الكوخ بتاع اكزامير وبتدور على اي حاجه تاخدها معاها كدليل، وبتفضل تدور لغايه لما بتلاقي قماش عليه الدم بتاعه، وبيدخل عليها اكزامير فجاه وبيسالها هي جت هنا تاني ليه. فبتساله عن علاقته بالوحش وانه ازاي عرف شكله وشكل المكان بتاعه وقدر يرسمه. فبيقول لها انه مش عارف هو كمان ايه اللي بيحصل معاه، لان الوحش ده بقاله مده بيجيله دايما في خياله ومش قادر يتخلص منه وبيرسمه من غير ما يحس، لدرجه ان مره وهو بيرسمه لقى المخالب بتاعته خرجت من الرسمه وعورته في رقبته. وينزداي بتستغرب من كلامه وانه المفروض عنده قوه ضد الكلام ده وانه كان ممكن يمنع كل ده بسهوله. فبيقول لها انه بيكون ضعيف قوي لما الوحش بيدخل جوه خياله، وبيقول لها كمان انه كده عرف انها طلبت منه يروح معاها الحفله عشان تغطي على وجودها المره اللي فاتت، وبيكون زعلان قوي علشان كدبت عليه وبيطلب منها تخرج من المكان. وينزداي بتاخد المخلب والقماش وبتروح على المأمور وبتقوله انها كده عملت اللي عليها وجابت له دليل ملموس الدور عليه عشان يعمل تحليل حمضنوي ويتاكد من شخصيه الوحش. يوجين بيكون زعلان علشان مش لاقي حد يروح معاه الحفله، ولما وينزداي بتقوله ان هي كمان مش هتروح الحفله عشان هي لوحدها بيعرض عليها يروحوا الحفله سوا. لكن وينزداي بتقوله انهم هيروحوا على الكهف بتاع الوحش عشان يراقبوه، وبتطلب منه يجهز نفسه ويعدي عليها في السكن عشان يروحوا سوا. بالليل وينزداي بتلاقي الباب بيخبط وبتكون فاكره يوجين، لكن بتتفاجئ انه تايلر وبيقول لها ان رسالتها وصلت وانه عجبه الكلام اللي فيها وانه فرح قوي بدعوتها ليه علشان يروحوا الحفله سوا. وينزداي بتفهم القصه وان الايد المسحوره هي اللي كتبت الرساله لتايلر وودتها له على الكافيه كمان. مش بس كده، دي بتكون مجهزه ليها فستان سواري عشان كده ما بتقدرش تعمل حاجه قدام كل اللي بيحصل ده، وبتلبس الفستان وبتروح على الحفله مع تايلر. وبيقابلها يوجين في السكه وبيزعل لما بيعرف انها رايحه الحفله، وبيقول لها انه هيروح على الغابه لوحده، لكن هي بتحذره وبتطلب منه ما يروحش هناك خالص لان الغابه مكان خطر قوي عليه. في الحفله اكزامير بيكون زعلان قوي لما بيشوف تايلر مع وينزداي وبيطلب من بيانكا تستخدم قوتها وتساعده انه يوصل لقلب وينزداي، لكن بيانكا بترفض وبتزعل منه وبتسيبه وبتمشي. فبيقوم بيتكلم مع وينزداي وبيقول لها انه تايلر واصحابه دمروا المرسم بتاعه زمان واتريقوا عليه جامد قوي وضربوه. في الوقت ده بيوصل زمايل لوكاس وبيكون معاهم عربيه مليانه دهان لونه احمر عشان يبوظوا بيه الحفله، لكن هو بيحاول يمنعهم لانه لما قرب من اينيد حس ان المنبوذين كائنات طيبه، بس اصحابه بيرفضوا كلامه وبيكملوا الخطه بتاعتهم. وفجاه كل اللي في الحفله بيلاقوا رشاشات الميه بترش عليهم اللون ده وبيصرخوا جامد وبيجروا في كل مكان، ما عدا وينزداي اللي بتكون مبسوطه باللي بيحصل، لكن بتزعل لما بتعرف ان الدهانات دي مش دم حقيقي. وفجأة بتجيلها رؤية بتشوف فيها يوجين والوحش بيهجم عليه، تجري بسرعة على الغابة علشان تنقذه، لكن بتوصل متأخرة وبتلاقي يوجين ميت.